السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي نقدم لكم لا فوغي نوار او الغابه السوداء، واحد الكاطو اللي هو كلاسيك بزاف، قديم، كيتكون من جنواز، من رقائق شوكولا، من لا كريم شونتيي او لا كريمه الخفق، من الكرز، حب الملوك. فكيجي رائع جدا جدا. وانا شخصيا ما عنديش مع الكاطو ديال لا كريم، ولكن هذا عزيز عليا بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. يلا تفضلوا معايا نشوفوا المقادير وطريقه ديال التحضير. غادي نحتاجو 180 غرام ديال الدقيق الابيض، زائد خماره وحده او خميره كيماويه ديال 7 غرام، 50 غرام ديال الكاكاو، 100 غرام ديال السكر، ساشي او جوج ساشي ديال الفاني او لا تقدروا ديروا لا فاني ليكيد، جوج بيضات، 100 مليلتر ديال الزيت ما يعادل كاس لاروب ديال العنبه، 150 مليلتر ديال الحليب ما يعادل كاس ديال العنبه، 100 مليلتر ديال الماء سخن ما يعادل كاس لاروب ديال العنبه. اول حاجه كنسخنوا الفران على 180 درجه. واحد الاناء كنقربوا البيض مع السكر ولا فاني، يمكن لكم ديروا لا فاني بودره او لا ليكيد. كنضيفوا الزيت، الحليب، ثم الدقيق مخلط مع الخميره الكيماويه ديال 7 غرام والكاكاو. كنخلطوا جيدا بالضرب الكهربائي، ثم كنضيفوا الماء سخن جدا. انا سخنته في الميكرو اوند، عاد ضفتو الخليط ديالي. انا ما درتش لا جنواز، درت واحد الكاطو كيجي زوين بزاف وكيجي رطب وكيجي غزال، كنتمنى تجربوه ان شاء الله. انا المول ديالي فيه 15 سنتيمتر، يعني صغير، ولكن في العلو كيجي الكاطو عالي. الا ما كانش عندكم مول فيه 15 سنتيمتر كيمكن لكم تضاعفوا المقادير وكديروا مثلا 4 ديال البيضات الى اخره، وكديروه في واحد المول ديال 24 او 23 سنتيمتر كيجي زوين بزاف. انا الخليط ديال البسكويت ديالي قسمته على 3، يعني قسمته على 3 ديال البسكويت. نتوما يمكن لكم ديروا بسكويت واحد وتقسموه من بعد على 3 بالسكين. دخلت البسكويت ديالي يطيب في الفران لمده ديال 15 دقيقه، خرجته خليته يبرد تماما، عاد حيدته من المول ديالي. كنصحكم ديروا مول يكون عادي، يعني ما يكونش كيتفتح من الجناب، غير انا ما كانش عندي داك القياس وبغيتها تكون صغيره وعاليه، دونك هادشي علاش. دونك غادي نقلبوا البسكويت ديالنا على واحد الكري اغاطو ولا على واحد الزيف يكون نقي، كنحيدوا له البابي بهذا الشكل، كنخليوه يبرد وكنمشيو كنكملوا لي بسكويت الاخرين اللي بقاو لي. ملي كنكملوا لي بسكويت كاملين وكيكونوا باردين تماما، كنقطعوا لهم الوجه ديالهم بواحد السكين، باش كيكون عندنا واحد لو ديسك اللي هو مقاد كيف ما كتشوفوا معايا دابا. بالنسبه لهادو اللي كيشيطوا من بعد غادي نقول لكم اش كنديروا بهم. عندنا هنايا 500 غرام ديال كريمه الخفق اللي طربناها مع 50 غرام ديال السكر كلاصي. كيمكن لكم ديروا كريمه الخفق تكون متوفره على 35% من الماده الدسمه، اولا ديروا دوك الخنيشات اللي يتزادوا مع الحليب، هادشي كيبقى اختياري، المهم يكون عندكم 500 غرام. بالنسبه للسيرو ديال السقي كنحتاجوا كاس ديال الماء مع كاس ديال السكر، كنديروه فوق النار حتى كيبداو يغلاو، بحال اللي كيقرب يعقد شويه، من بعد كنحتفظوا به باش كنسقيو به الحلوى ديالنا. عندنا هنا القليل من الكونفيتور ديال الكرز اولا ديال الفريز، اختياري. عندنا هنا القليل من الكرز او حب الملوك للتزيين، وواحد الفرشات للسقي. غادي نمشيو نبداو باول بسكوي، غادي نحطوه بحال هكا وغادي نسقيوه بالسيرو ديالنا اولا بالشراب ديالنا بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا السيرو يعني ثقيل شويه، ماشي سيرو خفيف، يعني غير الماء، يعني ثقيل نسبيا ماشي عاود بزاف. كنديروا لا كونفيتور على الوجه بحال هكا، ثم كنستفوا الكرز ديالنا. كيمكننا نديروا الكرز هذا اللي كنحيدوا له العظم، اولا كنديروا الكرز اللي كيكون معلب حتى هو كيجي زوين. كنديروا واحد الطبقه سميكه ديال الكريمه
بهذا الشكل هذا. يعني قد ما كانت الطبقه سميكه الكاطو ديالنا كيجي عالي. بالنسبه لهادشي كيبقى اختيارات، يعني كيمكن لكم ديروا نتوما غير جوج ديال الطبقات اولا، يعني كل واحد يدير داكشي اللي بغا. انا كندير شويه ديال الكريمه كندوزها حتى في الجناب وكلشي، لان كلشي هذاك الشيء غادي يتغطى. كنديروا طبقه ثانيه ديال البسكوي كنسقيوه بنفس الطريقه عاوتاني، ثم كنديروا لا كونفيتور ديالنا بنفس الطريقه. نصفوا الكرز، نديروا طبقه اخرى من الكريمه بهذا الشكل هذا في الجوانب وكلشي. من بعد طبقه اخيره من البسكوي كنسقيوها. يمكن لكم تسقيوها كيف ما يكون لكم ما تسقيوهاش. انا سقيتها وخليتها تشرب شي شويه وعاد درت الكريمه. كنديروا الكريمه في الجوانب، يعني كنعمروا الفراغات كاملين اللي كيكونوا في الجوانب. من بعد كنديروا الكريمه على الوجه وكنبقاو كنسرحوا بواحد لا سباتول كيف ما كتشوفوا معايا دابا، اولا باي حاجه مسطره او كوس او اي حاجه عندنا في البيت. منين غادي نقادو الكريمه كامله غادي ندخلوه المجمد لمده ديال 30 دقيقه او 45 دقيقه. عاد كنزينوه. بالنسبه للتزيين كنجرو الشكلاط الاسود بالسكين ديال البطاطس ليكونوم بهذا الشكل حتى كنحصلوا على رقائق. كنخرجوا الكاطو ديالنا من المجمد وكنحطوه على شي حاجه تكون عاليه. كنلبسوا الجوانب ديال الكاطو برقائق الشكلاط، وإلا طاح لنا شي حاجه في التبصيل كنعاودوا نخدموا بها مره اخرى. كننصحكم قبل ما تبداو تخدموا بهاد رقائق الشكلاط كديروهم شويه في المجمد باش ما كيبقاوش يلصقوا لكم في الاصابع ديالكم. بالنسبه للتزيين كنزينوا بكريمه الخفق اللي احتفظت بها انا من الاول في جيب الحلواني باش بقات بارده وساعدتني. دونك غادي نديرو في الوسط القليل من رقائق الشوكولا. بالنسبه للتزيين من الفوق غادي نديرو اما الكرز يكون معلب، اما الكرز هكذاك بحال هكا كنحطوه، اولا اختياري كنغطسوه في الشكلاط وكنخليوه يبرد في المجمد. عاد كنديروه فوق من الحلوى ديالنا بهذا الشكل هذا. ملي كنتهي التزيين كندير الحلوى ديالي في المجمد لمده ديال ساعه، عاد كنديرها في الثلاجه. وملي كتبات كتجي احسن واحسن وكتجي ألذ لانها كتشرب داك السيرو وكتشرب كلشي. بالنسبه لدوك البقايا اللي كيبقاو لي ديال لو كيك كنديرهم بحال هكا في ديفيغين، يعني في كؤوس، وكندير عليهم شويه ديال السيرو السقي، ثم كندير عليهم الكريمه وشويه ديال الشكلاط، ثم طبقه اخرى من الكيك، ثم الكريمه، ثم الكرز. فكتجي على هذا الشكل. كنتمنى يعجبكم. الا عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا جيم وتبارطاجيوها مع احبابكم واصحابكم، والى الفيديو اللاحق ان شاء الله.